السلام عليكم. في الفيديو اللي فات كمّلنا living room ووصلنا للشكل اللي قدّامنا ده، إن أنا باقدر إن أنا أعمل publish للswitch بتاعي إن هو يشغّل الجهاز أو يطفيه، وكمان عندي درجة الحرارة عامل عليها subscribe، فأي تغيُّر في درجة الحرارة من الsensor بتاع الحرارة هو هتظهر لي هنا. فخلّينا كده نبعت data للtemperature ونشوف هي هتتغيّر إزاي. فخلّينا نبعت data كأنها sensor الحرارة يعني، ونشوف هنا بتتغيّر إزاي. فأنا هافتح اللي هو الHive web socket، خلّينا نحطه هنا، وبعدين هاعمل connect، وعايز بقى إن أنا أpublish data على الtopic بتاع الtemperature. فأنا بس هاروح على الtopics وأشوف الtopic بتاع الtemperature ده آخده وأعمل publish عليه. عايز أpublish مثلًا هي هنا ب30، نحط ب50 وبعدين publish. هالاقي إن هو على طول إيه، حصل عندي listen الMQTT اللي عندي هنا. هو بيلسن على التوبيك ده لأن هو عامل عليه سبسكرايب، وبعدين تيجي الديت على طول فيه. 40 برضه ألاقي برضه عندي اللون بيتغير زي الفانكشن اللي احنا عملناه قبل كده. 80 هنزيد بالشكل ده. كذلك الأمر برضه التوبكس بتاعة السويتشز أو بتاعة الديفايس. لو أنا مثلا عايز أعمل سبسكرايب على التوبيك بتاع الديفايس ده وأشوف هو بيبعت لي ديتا ولا لأ، أنا أعمل سبسكرايب وأعمل سبسكرايب هنا، وبعدين هو هنا بعت إن هو فولس، تمام، اللي هو الحالة بتاعته الوقت ده. فأنا هعمل ببلش فهو عامل إن هو إيه ترو، وفعلا البوتtom عندي بقى ترو. ده كده اللي كنا وصلنا له المرة اللي فاتت. عايزين بقى ننتقل للصفحة بتاعة الهوم، فنقفل بقى ده خالص كده ونروح على الهوم بتاعتنا. أول حاجة عايزها إن أنا هنا كده في المين، بدل ما كنت ببعت الليفنج روم هبعت الهوم، لأنها دي أول صفحة هنشتغل عليها. طيب قبل ما نسيب الليفنج روم ده، أنا عايز الزرار ده لما أرجع وهو يبدأ يودينا على الهوم. فأنا هاجي في الليفنج روم أشوف الزرار ده فين. هو كان في الأب بار، في الليدنج، في الإنبريس ده أهو. هو اللي أنت هتعمل النافيجيشن للهوم بتاعتك. يبقى أنا في النافيجيتور دوت، أنا عايزه بقى يرجع. هو هيكون بوش، بس مش هيكون بوش بس، هيكون بوش ريبليسمنت، وكأنه هو بيرجع لورا يعني. هبعت لها الكونتكست وهي كمان عايزة الماتيريال بوش. طب النيو راوت ده هتكون ماتيريال باج راوت. الماتيريال باج راوت هو بياخد البيلدر ده هيريتيرن الصفحة بتاعتي. قول له انت عندك هنا الكونتكست اللي انت فيه، وهتريتير في الصفحة اللي انت عايزها، اللي انا عايز اروح ليه الهوم. وبعدين واعمل امبور، احط كونستنت اسيب ده كده. انا لو ضغطت على الباك بutton ده هو المفروض يودينا على الهوم، تمام. فطبعا هو ضرب، هو اصلا مش شايف الهوم، فانا محتاج ان انا اعمل ريستارت. طبعا المين هنا هيشغل على طول على الهوم عشان نبدأ الشغل بتاعنا. تمام، هو كده بيلود كأن الكونكشن بتاع البروكر لسه ما توصلش الكلاينت بالبروكر يعني. أنا بحاول هنا أكونكت. دي كده الهوم عندنا، ده اللي كنا عاملينه قبل كده. عندي الهوم وعندي الشارت بتاعت الكومبريشن. طب ندخل بقى على الهوم. وأول حاجة إننا نعملها إننا لما نضغط على الليفنج روم عايز ينتقل للليفنج روم اللي هو الكارد بتاعت الليفنج روم. فأنا هنزل على الجريد فيو، ده الجريد فيو. بعدين أول أيتم عندي اللي هو الليفنج روم، ده الليفنج روم. أنا عايز أخلي ده كله كده كأنه باتون اليوزر يقدر يضغط عليه. فأنا هراب الويدجت دي
اللي هو الروم بوكس ده هربها بويدجت اسمها ان ويل. الانكويل دي البروفايد فانكشن اسمها اون تاب. الاون تاب دي لما تضغط عليها او تضغط بقى على اي مكان في الساعة بتاعتك اللي هي الليفنج روم دي، هيبدأ إن هو ينفذ أي حاجة في الأون تاب. هو عامل هنا ايرور، احنا عايزين نشيل الكونستانت ده. تمام. طيب هنا بقى اللي انا عايزه اعمل ايه، انا عايز اروح للليفنج روم. نافيجيتور وتريفرش، وبرده زي ما عملنا المرة اللي فاتت، بس هنا هيكون بوش مش بوش ريبليسمنت، كأن هنا بيدخل لقدام مش بيرجع لورا. والراوت بتاعنا هيكون ماتيريال باج راوت، والبيلد هنا هيكون بالكونتكست وهيريتير الليفنج روم. طب هنا كولوم الانفوز الزيادة ده، وبعدين هنعمل دي كونست. نفس الكلام برضه هيتكرر في باقي الروم بوكس دي، سواء في الكيتشن أو البيت أو الباثروم. فيعني احنا ايه مش هنعمله حاليا، احنا بس كل تركيزنا على صفحة واحدة اللي هي اللي في الجروب. ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله، احنا في الصفحة ديت عايزين نعمل سبسكرايب على التمبريتشر، لأن أنا هنا عندي الشرط بتاع التمبريتشر هو بيعرض لي درجة الحرارة. هنعمل ده ازاي؟ نفس اللي كنا عملناه في الليفنج جروب هنبدأ نعمله في الهوم. أول حاجة إن أنا هعمل كيوبيت، هعمل نيو فولدر، وبعدين هنا ده اللي هو الكيوبيت. جوه الكيوبيت هنعمل فايلز، الأول اللي هو الستيت، يبقى ده هيكون هو ستيت دارت. أول كلاس عندي فيها هيكون أبستراكت، هنسميهم ستيت. ده أول كلاس عندي. طيب كل الستيتس بقى هتنهرت من الكلاس ده. فعندي أول ستيت اللي هي الانيشال ستيت، دي الانيشال ستيت هتكستند للهوم ستيت. طيب في ستيت تانية، في ستيت لما البروكر يبعت لي داتا وأحطها في الشارت بتاعتي، فأنا هاخد ده برضه وأقول له إن ده مثلا كان هو إيه، ممكن نسميه داتا فيد، ده اللي بيجيب لي داتا. تمام، ندخل بقى على الفايل التاني في الكيوبيت، وهو الهوم كيوبيت بقى. يبقى ده هوم كيوبيت بالدار، وده هيكون فيه اللوجيك اللي احنا عايزين نعمله وازاي نجيب الداتا من البروكر. هيكون كلاس هنسميه هوم كيوبيت، هيكستند هنا من الكيوبيت، والكيوبيت هنا عايز الستيت بتاعه اللي هو هوم ستيت. طيب عايز بقى ان انا اضيف الكونستراكتور بتاعه، يعني مش هسيبها انا بالشكل ده، علشان لما اعمل الاوبجكت من الهوم كيوبيت مش هيقول لي ضيف لي في الكونستراكتور الصور. فانا هحطها بالشكل ده، يقول له هنا عندك الانيشال ستيت بتاعتك. طب كده عملنا الكيوبيت. عايزين برضه نعمل الفانكشن اللي هتسمح لي ان انا اجيب اي فانكشن موجوده في الكيوبيت، اللي هو الستاتيك هوم كيوبيت. الفانكشن اسمها جيت، بتاخد بيلد كونتكست وبتريفير لبلوك بروفايدر. البلوك بروفايدر هنقول له دوت اوف كونتكست. من خلال الفانكشن دي هقدر ان انا اخد اي فانكشن موجود هنا. طب ايه بقى الفانكشن اللي انا عايز اعملها؟
زي ما عملنا في الليفنج روم. هنا أول حاجة إحنا محتاجين نلسن على البروكر. فأنا في الinit state كنا عملنا هنا إيه، إن أنا عملت listen على البروكر بتاعي زي بالشكل ده كده. عملت listen على البروكر وبعدين عملت الفانكشن اللي هي اسمها get data and topic ده علشان تطلع لي الداتا والتوبك من الايفنت بتاعي. وبعدين لو نتذكر في الجيت داتا اند توبك كنا في فانكشن تانية هي بتعمل راوت للداتا بناء على التوبك اللي جاي. فالنفس ده كله بالظبط أنا هاخد ده كله كده من هنا، وهاجي في الهوم بتاعتي في الانت ستيت بتاعتها. في الانت ستيت أقول أنت هتعمل لي ليسن على البروجرام، بس بدل الليفنج هوم كيوبل هتبقى الهوم كيوبل. وادي الهوم كيوبل دوت. بس أنا عندي مشكلتين، أولا ما عنديش الكلاينت، كذلك الأمر ما عنديش الفانكشن اللي اسمها جيت داتا اند توبك. فأنا هدخل بقى على الكود بتاع الهوم وأقول له أنت هنا أنت مستني الكلاينت بتاعك اللي هيتبعت لك في المين. أقول له أنت عندك هنا ليه الكلاينت بتاعك ال MQTT سيرفر كلاينت اسمه كلاينت، ده اللي أنت مستنيه. طيب ده هيبقى this دوت كلاينت اللي أنت هتبعت له لما ينادي الكويري بتاعك ده. هنادي الكويري ده فين؟ فأنا المفروض أروح للهوم بتاعتي في بلوك بروفايلر ده. أنا عندي هنا أكتر من بلوك، ممكن أضيف أكتر من بلوك، فأنا هاخد ده برضو وهضيف هنا بدل الليفنج روم توبيك هيكون الهوم توبيك. برضو عايز كلاينت. نيجي هنا بقى، أنت كده عملت لسه على الكلاينت الموجود عندك هنا. طيب بعد لما تعمل ليسن وجات لك داتا، أنت عايز بقى إنك تطلع الداتا والتوبيك منها من الحاجة اللي جاية لك دي، من المثل اللي جاي لك. فأنا عايز آخد الفانكشن دي برضو اللي موجودة هنا في الكود بتاع اللي هو الروم، واللي أنا عايز ده كلها دي كلها كده عايزها برضو. خدها كوبي وهاجي في الهوم كيوبيت والأول فانكشن عندك هي بتاعة الجيت داتا. دي الجيت داتا، أعمل امبورت لكل حاجة امبورت. وأنا عندي الراوت فانكشن، هاخد برضو عندي هنا الراوت فانكشن في الليفنج روم. ادي الراوت فانكشن هاخدها وهاجي في الهوم كيوبيت قال له انت هتضيف لي برضو ايه الراوت فانكشن. بس انا في الراوت فانكشن مش عايز ده كله، ده انا بس عايز اللي هو التمبريتشر ده. فانا هشيل ده كله كده، انا عايز الاف بتاع التوج بتاع التمبريتشر، وهشيل برضو بتاع الهوميديتي ده. يبقى أصبح عندي ده التوج بس. يبقى أنت في الراوت فانكشن أنا مستني التوج بتاع التمبريتشر، لأن أنا عايز أعمل سبسكرايب على التمبريتشر بس. وبعدين هقيمة الستيت اللي اسمها جيت داتا ستيت اللي موجودة في الهوم ستيت اللي هو جيت داتا ستيت ده. طيب هو هنا عايز بقى أحط التمبريتشر بتاعه، فأنا هاخد الكوبت هنا هلاقي إن أنا عامل فاريبل للتمبريتشر. أدي التمبريتشر هو سترايب، وهرجع تاني على الهوم كوبت وأحط. طب كده بقى إيه اللي إحنا عملناه؟ كل اللي عملته إن أنا عملت الكلاينت بتاعي اللي أنا باخده من مين، وبعدين عملت ليسن في اليونت ستيت بتاعتها. عملت ليسن على الكلاينت ده، أي رسالة هتجيلي، والرسالة لما تجيلي هحطها في فانكشن علشان تبدأ تفكها لي عشان أعرف آخد منها الداتا وآخد منها التوبيك. طيب بعد لما آخد منها الداتا والتوبيك هتشيك على التوبيك ده هل هو الخاص بالتمبريتشر. لو كان هو خاص بالتمبريتشر أنت خد لي الداتا وحطها لي في الفاريبل اللي اسمه تمبريتشر ده. وبعدين اعمل لي ايميت ستيت للستيت بتاعك علشان يغير لي اليو اي بالداتا الجديده اللي هتبقى في الشارت بتاعك. ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله؟ عايزين بقى نحط الداتا في التمبريتشر شارت دي. فانا هروح على الهوم وهنزل على الجزء بتاع التمبريتشر. اول حاجه خالص ان انا اربها بالبلوك بيلدر علشان لما يحصل تغير يبقى ايه على طول هي تسمى هنا. البلوك بيلدر ده عايز البيلدر، فانا اقول له هنا انت هتضيف لي البيلدر. البيلدر هنا بالريفير، الريتيرن هتكون الشرط بتاعتنا.
بالشكل ده. يبقى أنا كده عملت راب للشرط بالكيوبيت. طب في مشكلة برضو إن الكيوبيت هنا عايز يعرف هو الكيوبيت ده بتاعي. أنا أقول له أنت عندك ده الهوم كيوبيت، وهنا الهوم ستيت سيف. عايز بقى أدخل في اللاين شارت وأبعت لها الداتا بتاعت التمبريتشر. خلينا بقى ندخل في الهوم شارت دي ونعرف هي كانت شغالة إزاي. لو نتذكر يعني أنا كان عندي شارت، والشارت دي كنت ببعت لها الداتا سورس بتاعتي، والداتا سورس ديت هي كانت لستة من الداتا بتاعتي، اللي هي دي كانت لستة من الداتا. وزي ما قلنا إن الداتا دي هي حاجة بتعبر عن حاجتين، فالقيمة الواحدة من السيلز داتا هي قيمتين إكس وواي، فدي كده الداتا اللي أنا هبعتها. طب أنا هعمل إيه؟ أقول له إن الكلاس ده هياخد منك الليستة دي اللي أنت عايز تبعتها له، هنضيفها هنا في الكونستراكتور بتاعه فاينل، وبعدين نضيفها في الكونستراكتور، وفي الهوم طبعا هو عايزها. طيب قبل ما نطلع من هنا هناخد الداتا سورس الفاريبل اللي احنا عملناه ده اللي هو الليستة دي، ونقول له دي انت هتاخدها من هنا. تمام. طب دول بقى دول كلهم كده انا هاخدهم، وبعدين هضيفهم في الهوم كوبيت. الهوم كوبيت ده اقول له انت عندك ادي اول حاجة الكلاس بتاع السيلز داتا، تاني حاجة الفاريبل اللي انت هتحط فيه الداتا اللي هو الليستة بتاعتك. يبقى ده كده الليستة. طب خلينا نحل الايرور اللي هنا. السيلز داتا دي موجودة في الكيوبيت، فانا هعمل لها import. طب والهوم هنا، ده هنا بقى عايز السيلز، عايز الداتا سورس بتاعتي اللي هو الليستة من السيلز داتا. طب دي هجيبها لك منين؟ هجيبها لك من الهوم كوبيت دوت جيت دوت داتا سورس. يبقى انا كده جبت له الداتا سورس بتاعتي. طب الداتا سورس دي بقى انا عايز ابدا كل شويه اضيف لها الداتا اللي جايه لي من بروكر. فانا هروح على الهوم كوبيت، هروح بقى على الفانكشن اللي هي بتعمل راوت دي، واقول له بدل لما تضيفها لي في فاريبل اسمه تمبريتشر، لا ده انا عايزك تضيفها لي في الليسته اللي اسمها داتا سورس. يبقى هتقول لي هنا ايه؟ الداتا سورس ده دوت اد، وهبدا اضيف له الداتا سورس بتاعتي اللي هو القيمه اللي جايه لي. بس هنا الداتا سورس عايزه سيلز داتا، فانا اقول له انت هنا هتضيف لي سيلز داتا. الواي بتاعته انا عارف ديت الداتا اللي جايه من البروكر اللي هي داتا، بس اللي الداتا اللي جايه لي هنا سترينج، والسيلز داتا عايزه دبل، فانا اعمل لها كاستنج، اقول له دبل بالبارس للداتا بتاعتك. كده انا بعت له الواي. طب الاكس دي ايه؟ الاكس بتعبر عن اللي هو الترتيب بتاع الداتا دي، يعني هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، فأنا عايز إن الإكس ده يكون القيمة اللي بعد كده. ممكن نعملها بطريقتين. الطريقة الأولى إن أنا آخد اللينس بتاع الداتا سورس وأضيفه هنا، أو إن أنا ممكن أعمل فاريبل، الفاريبل ده القيمة بتاعته الابتدائية اللي هو هتكون أربعة آخر حاجة هنا. كل مرة أضيف داتا على الداتا سورس هعمل انكريمنت بواحد. خلينا نعملها باللينس وخلاص. لينس لينس. طب اللينس ده اللي هو كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، فأنا عايز أزود واحد عشان يكون القيمة الخامسة بقى اللي أنا عايز أضيفها. خلينا بقى نعمل ريستارت وإنجر. ده كده عندي الصفحة ظهرت عندي، فأنا هبدأ إن أنا أبعت داتا على التمبريتشر. هفتح الهاي فيم كيو ويب سوكت، وبعدين هاخد التوبك بتاع التمبريتشر، وأعمل هنا كونكت الأول. أجي بقى عندي كونكت أهو، وأعمل ببلش بقيمة 50. أعمل ببلش، مش حصل عندي أي حاجة هنا. السبب بقى في كده إيه؟ السبب إن أنا ما عملتش أصلا سبسكرايب على التوبيك بتاع التمبريتشر ده.
في الصفحة دي، أنا كنت عامل سبسكرايب في الصفحة بتاع الليفينج روم، فأنا محتاج في الهوم باج دي أدخل قبل ما أعمل ليسن، أنا أقول له أنت هتعمل لي سبسكرايب، هوم يوجد دوت جيت الكلاينت بتاعك دوت سبسكرايب، عايز التوبيك هيكون توبكس دوت تمبريتشر توبيك، وعايز الكواليتي اوف سيرفيس MQ at most once. كده عملت سبسكرايب، نجرب كده ببلش، بنعمل ريستارت. نعمل ببلش لقيمة 50، هلاقي إن هي انضافت في الشارت بتاعتي قيمة 50 كمان، هلاقي إن هي في نفس المستوى أكتر من قيمة عندي 40 20، لأن الشرط إيه بتضيف الداتا بتاعتي. الحاجة اللي إحنا عايزين نعملها كمان إن القيم اللي هتبقى ظاهرة عندي، أنا عايز كام قيمة تظهر عندي في الشرط بتاعتي. لو أنا سبتها كده فأنا كل قيمة بتجيلي من البروكر أنا بعمل لها آد في الليستة دي، فالليستة العدد بتاعها هيكبر. طب أنا هتفادى المشكلة دي إزاي؟ إن أنا قبل ما أضيف هتشيك الأول على اللينس بتاع الداتا سورس، هعمل إف وأقول له إن الداتا سورس دوت لينس، واحط بقى الرقم اللي انا عايزه يكون ظاهر هنا دايما. كام قيمة انت عايزها تكون ظاهرة هنا؟ نقول له مثلا هو 10، يعني 10 قيم كويس. لو كان الداتا سورس اقل من او يساوي 10 انا هو كده الرينج المسموح بيه، اقول له انت هتضيف لي عادي. طيب لو كان اللينس ده اكبر من كده، اكبر من 10، انا ضفت القيمة 10 و11 و12، اقول له لا انت قبل ما تضيف، قبل ما تعمل اد، انت هتروح تعمل ريموف لعنصر منها. هريموف ايه؟ هريموف اقدم عنصر خالص، اقدم واحد او اول واحد هو اصلا وصل لي، اللي هو اول واحد ده يبقى اللي هو الاندكس بتاعه صفر، يعني وكأن انا بمسح اول واحد من هنا، يبقى الداتا بتدخل لي من الجزء ده وبمسح اول واحد من هنا، بحيث ان ده كله كده يكون 10 بس. هنعمل ستارت بقى ونبدأ نحط قيم اكتر من 10. 40 كده بقى عندك 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لاحظ بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، 11 ده القيمة ال11، هو كده اللينس أكبر من 10، فبالتالي المفروض يمسح أول قيمة هنا. تمام، 33 بدأ إن هو يمسح أول قيمة من هنا. 35 يبقى هو كده بقى يمسح من هنا ويضيف من هنا، وكأن كل القيم الموجودة هنا هو عددهم 10 بس. تقدر أنت طبعا تتحكم في ال10 دي بحيث يعني تظبط الشكل بتاعك زي ما أنت عايز. كده إحنا عملنا الجزء بتاع التمبريتشر، وخلاص أنا كده لما أدخل على الاب بتاعه ان انا اعمل رن للاب بتاعي، هو هيجيب لي التمبريتشر، والمفروض بقى السنسور بتاع التمبريتشر هو بيبعت ديتا على طول، هلاقي ان الداتا كل شويه بتدخل لي هنا. لو عايز انك تتخلص من الاربعه ايتم دول فعادي انت ممكن اصلا يعني تشيلهم كده، وكأن ليه كل مره ايه الشرط تبقى ايه لسه بادئه كانها ريال تايم يعني، بس يخلوهم 10 كأن في حاجه مرسومه. كده نكون خلصنا الجزء ده. الجزء بقى اللي باقي لنا إننا نعرف عدد الديفايسز اللي شغالة في الروم بتاعتي. مثلا هنا أنا عندي عدد ديفايس صفر، فالليفنج روم دي أنا المفروض لما أدخل عليها كده ألاقي إن أنا عندي 3 ديفايس، فاليوزر مثلا شغل 3 أو شغل 2 أو 1،
فمفروض عدد الdevices اللي شغالة تظهر عندي هنا في الجزء ده. إن شاء الله ده اللي هنعمله في الفيديو القادم. والسلام عليكم.